احنا تو قاعدين نشوفوا كيفاش تعاملت معنا السلطة كل شهود وآل رديف وكل شهود على تعامل السلطة مع الرديف ومع الحوض المنجي ومع طلبنا اللي ما تحقق منها حتى شيء. واخيرا انتم تعرفوا اني نهار اللي جاء وزير الشؤون الاجتماعية احنا عبرنا وعملنا خطوة ايجابية الى حد الان ما تفعلوش معاها، الى حد الان ما ثم حتى رد. احنا خلينا الانتاج الفوسفات يخرج تعبيرا منا على انه ماناش ناس كما يتهموا فينا، وراي الاعتصامات اللي واقعه والاضرابات اللي واقعه ما وراهاش ايادي خفيه كما قاعدين يروجوا رموز النظام هذا الموجود حاليا، واللي هو يدعي انه نظام شرعي ونظام طلع بالانتخابات. الى حد الان ما ثماش حتى خطوه ايجابيه، حتى تليفون، حتى تعبير، حتى موعد على انهم يحلوا المشاكل هذه. هذوما ابنائنا قاعدين يموتوا يوميا معناها كما قاعدين تشاهدوا، وبلغنا الناس الكل، بلغناها والناس الكل في بالها باللي قاعد واقع في الرديف. الى حد الان معناها المظلمه هذه، المظلمه، الجور هذا، الظلم هذا، التعسف اللي قاعد مسلط عليهم وقاعدين حاقرينهم. هذه حكومه دك راسها في الرمله كالنعامه، هذه تتبع معنا في سياسه النعامه، معناها عطيتنا بظهرها وبروا اعملوا واش تحبوا انتم، وبروا موتوا، وبروا كسروا وفسدوا واحرقوا، وبروا سكروا الانتاج وما يهمناش. انتم تعرفوا في الرديف 6 اشهر ولا 7 اشهر والانتاج حابس والحكومه ما هيش موجوده خلاص. اليوم تو انا اتصلنا بالمتلوي باش ننسقوا مع المتلوي، يلزم الدنيا كل تحبس. بطلنا، قطعنا الهدنه، سنقطع الهدنه. للأسف تخلصنا من ديكتاتورية، من نظام، وقلنا راهو النظام هذا ما زالت رموزه وما زال الفساد. إذا كان ما تغيرتش الإدارة وما تغيرتش العقلية وما تغيرتش المنهجية اللي يتعاملوا معها مع مطالب الشعب التونسي، فإننا تخلصنا من ديكتاتورية لنقع في ديكتاتورية أخرى. وأنتم قاعدين تتابعوا في الأخبار وتشوفوا يوميا أشنو اللي قاعد مسلط من مظالم، وشنو القرارات الخاطئة اللي قاعدة تتخذ، سواء كان في علاقة بالإعلام أو في علاقة بالشارع أو في علاقة بمطالب المحتجين. معناها القضاء كيف قضاء ما زال فاسد، ما زال قضاء يرتشي، ما زالت إلى حد اليوم ما ثماش عدالة. محاكمات القتلة ما تمش، الاعتراف بشهدائنا وبجرحانا ما تمش. معناها كل المطالب متراكمة وتزداد يوم بعد يوم. الدوسي قاعد يكبر كل يوم، الثقل قاعد يكبر كل يوم، معناها يوميا تنزاد لنا مطالب جديده. ونعلمكم اللي راهو بالنسبه لنا في علاقه بشركه فوسفات قفصه ومطالبنا اللي كنا طرحينها قبل سنه، رانا كتبنا لهم وقلنا لهم راهو عفا عنها الزمن ولا بد من مراجعتها. اليوم راهي ال 450 اللي قالوا عليها في الكومبانيه ما عادش تساعدنا، هذيك 450 كانت قبل سنه. اليوم يلزمها تتغير ويلزم نطوروا مطالبنا، وين يزيدوا خطوه يصعدوا احنا باش نساعدوا معاهم. ولا بد كما قلت الثورة راهي ما زالت الثورة ستقوم. لم تقم اليوم جيوب الردة والارتداد داخل صفوف الشعب التونسي راهو كبير، وقاعدين يلعبوا في لعبة خطيرة ويرتدوا. رانا ما عملناش ثورة ليكون في علمكم. الثورة إلى حد اليوم ما زالت ما تعملتش وما زالت ما استكملتش مهامها، ولذا مطروح عليكم يا شباب الرديف وشباب الحوض المنجمي عموما، أنا أخاطب الحوض المنجمي عموما، أنكم كما قمتوا وكما أنهكتوا قوى بن علي وكما زعزعتوا عرش بن علي في 2008، اليوم راهو مطروح عليكم باش تزعزعوا هالردة الجديدة وهالنظام الدكتاتوري الجديد اللي شد اليوم الصف. انتم قاعدين تشوفوا حتى على مستوى الاعلام، هاي القناة 7 ما زالت موجودة، ها هو موجود.
هذه قناه 7 وقتاش جت لهنا لرديف، ولا القنوات ما يسمى بالقنوات الوطنيه، هذه بعمرها لا تجي لهنا، وبعمرها لا تصور، وبعمرها لا تنقل همومنا. انتم قاعدين تشوفوا في اخر الدنيا في اي بلاصه ناس تعتصم يمشوا يصوروها، ناس معناها تضرب يمشوا يصوروها، الا هنا في الحوض المنجمي. هذا الاعلام متواطئ، اعلام متخاذل، اعلام معناها ما يسوى شيء، اعلام مازال يروج للمفاهيم القديمه ويروج للسياسه القديمه تعبنا عليه. هذا اعلام رده واعلام متخاذل، ونحن لا يلزمنا هذا الاعلام. هذا الاعلام راهو ما يلزمناش. ونقول لكم اسمعني مليح يا اللي تصور غادي، اسمعني يا اللي قاعد تصور غادي، معناها احترام ديجاج 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 يا خماس ديجاج ديجاج يا خماس يا خماس ديجاج يا خماس يا خماس يا خماس ديجاج يا خماس. بعد شهر جاي بعد شهرين هذوما ناس خماش وناس عفان وما زالوا بعقليه بن علي وناس اذلال. الاعلام هذا الذليل اعلام متواطئ مش اعلام حر. هذه صحافه نتاع العصا، صحافه الاوامر كيفها كيف البوليسيه، صحافه التعليمات كيفها كيف البوليسيه. هذه ما تلزمناش، الارهاط هذه والاشكال هذه ما تلزمناش. ويجي اي واحد لرديف وتمشي تروح تو احسن ما يكسروك الكاميرا نتاعك وتروح مرة باك الطريق تروح انا ادعو كل الشباب تو باش ننظموا صفوفنا ونحبسوا الانتاج. بطلنا من الهدنه ونحبسوا الدنيا كلها، ولا اعتراف بهذه السلطه. احنا نقولوا للسلطه احنا باش نقطعوا معاكم، وكان لزم الامر باش نعلنوا الانفصال عليكم، لانكم تعاملوا فينا ماناش كتوانسه، ما كنتش تعاملوا فينا كمواطنين توانسه كيفنا كيف غيرنا. انتم سمعتوا مازالوا لتو المشاريع في المستير وما زالت تو المشاريع في سوسه تو قاعدين يدشنوا فيها ويعملوا فيها. وبالنسبه لنا يقولوا لنا ما ثماش فلوس، ما ثماش فلوس. هذا الفسطاط نتاعنا وكل شيء باش نأموه لهنا في الحوض المنجمي ونقطع دابر السلطه هذه من ارض الحوض المنجمي. سنقطع دابرها. اما اني تجي للطريق وتنظر في مطالب الناس والناس اللي قاعدين يموتوا وظما ابنائنا وما ساعدناش، ماناش مستعدين باش نقدموا اكثر مما قدمنا من الشهداء ومن الجرحى. ماناش مستعدين اليوم وظما جميعا الى التوجه تو شركه فوسفات قفصه لايقاف انتاج الفوسفات. اطلب من غير سامحوني من غير لا تكسير ولا حرقان. هذا ملكنا حنايا، ملك رديف، ملك اهالي رديف. تو نوقفوه وتوقف الدنيا كل. يلزم الاضراب العام، الاضراب العام في الرديف. سكر المؤسسات، اسمعوني مليح، المؤسسات الكل يلزمها تسكر تو. معاهد، مدارس، ادارات، الاضراب العام في الرديف. اللي ما يتضامنش اللي يوقف ضد الحركة هذه الاحتجاجية، اللي ما يتضامنش يتحمل مسؤوليته.